من أجمل وألذ ما يمكن تاكلوا في هاد سيدنا رمضان في السحور أخواتي كنصحكم بهاد التحلية أولا هاد الفلون أولا هاد الديسير اللي كيجي حمق أخواتي في اللذة ديالو عجيبة عجيبة جدا. كنصح أي أخت باقي ما جربتش هاد التحلية أولا هاد الفلون تجربوا، لأن في وصفة اللي فعلا كتستحق وتستاهل التجربة. غادي تشوفوا معايا المكون السحري نتاع هاد الوصفة اللي كيخليها تجي لذيذة وكتجي كريمية وكل شيء يعشقها الصغير والكبير. وغادي ندوزو على بركة الله باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. وكنتمنى منكم اخواتي تدعموا الفيديو بلي لايك وتخليو لي ولو قليب في التعليق، جزاكم الله كل خير. وندوزو على بركة الله للمكونات. هنا غادي نحتاجو الكريمه السائله تقريبا واحد 300 ملي، غنحتاجو لتر من الحليب. هنايا عندي هاد الطورون، هذا هو المكون السحري نتاع هاد الوصفه، غنقول لكم باش ممكن تعوضوه. بالنسبه لهذه فيها 250 غرام، ممكن تستعملوا اللي كيكون فيها 200 غرام ماشي مشكل. فهذا اخواتي كيعطي واحد المذاق واحد اللذه رائعه لهذا الفلون، شي حاجه اللي تحمق اخواتي. غير جربوه على ضمانتي، ما غاديش يرجعكم في الندم نهائيا. الا لقيتوه غير خذوه، كيتباع بزاف في الشمال. هنا غادي نحتاجوا لهاد فلون شينو، غنحتاجوا منهم جوج. واحد الفلون اللي كيكون فيه السكر، فلون نتاع الفاني العادي، فهذا فيه السكر. ممكن الا ما كانش عندكم ديروا 3 نتاع الشينو ماشي مشكل مع شويه السكر. غادي نحتاجوا هاد الكراميل الجاهز اولا ممكن تصنعوه في الدار على حسب الرغبه ديالكم. فبالنسبه ليا كان جا مع هاد يعني مع هاد الفلون، فغادي نستعملو غير هو. وهنايا غادي ندوزو باش نحلو هاد الطورون. غادي نوري لكم كيفاش كيجي من الداخل. فصراحة اللي ما كلاش ضروري كنصحكم تاكلوه وتجربوه، لان كاين بزاف د الناس هكا من كيشوفوا شي حاجه جديده ما كيزعموش عليها. غير زعموا اخواتي، راه فعلا كيستحق انكم تشريوه وتجربوه. مذاقه رائع، فيه اللوز والسكر ولكن منسم وفيه واحد المذاق يعني عجيب جدا، يعني ما تشبعوش منه. فهنايا كيكون فيه جوج نتاع بلاستيكات، حيدت الاولى غنحيد الثانيه وغادي نوري لكم اكيد القوام ديالو باش تشوفوه كيفاش كيجي. فهنا اول حاجه بعدا غادي نقطعو بالموس اولا بالسكين، يعني عشوائيا فقط باش هكا غير يسهل عليا باش نطحنو. وهنا بالنسبه للقوام ديالو فكي كتشوفوا اخواتي كيكون هذا هو القوام ديالو. ممكن جدا تعوضوه باللوز اخواتي بالقشره ديالو، سواء يكون محمر او لا تخليوه هكاك يعني بالقشره غير تمسحوه وتطحنوه وتخدموه في هاد التحليه اولا هاد الفلون، فحتى هو كيجي زوين. واللوز كيما بغيتو ديروا ليه، سواء تقليوه اولا تحمروه في الفران بالقشره ديالو اولا ديروه هكاك يعني طبيعي. وهو الا كان مقلي فاكيد غيعطي مذاق احسن، لانني سبق لي جربته مقلي كيجي واعر اخواتي حتى هو. هنايا مع هاد الطورون غادي ندير واحد تقريبا واحد 150 مليلتر من الحليب، يعني غير كميه باش هكا نطحن هاد المكونات مزيان مزيان حتى نتحصلوا على خليط اولا على هاد القوام اللي كيكون بهذا الشكل. يعني من بعد ما كنطحنوا داك الطورون مع الحليب. هنايا غادي نجيبوا واحد كاسرونه غادي نخوي فيها هذا الخليط. وبعدها اخواتي غادي نحتاجو هنايا جوج اكياس من فلون شينو اولا ديروا اي فلون موجود عندكم نتاع الفاني. غير هو يستحسن زعما ديروا هكا جوج بدون سكر وواحد يكون فيه السكر. وفي حاله كان عندكم اولا كيعجبكم الحلاوه ممكن ديروا نتاع السكر، يعني كلهم يكونوا نتاع السكر، فكيبقى نتوما والذوق ديالكم. وفي حاله درتوا ثلاثه كلهم بدون سكر فاكيد غتضيفوا واحد جوج حتى ثلاثه المعالق نتاع السكر. اولا السكر كيبقى حسب الذوق، يعني حتى غادي تشوفوا معايا منين غادي نخلطوا المكونات كلهم. ممكن جدا انكم من بعد ما تغليو الخليط تذوقوا المذاق ديالو، تشوفوا واش خاصكم تزيدوا ليه السكر ولا تكتفيو بالكميه نتاع السكر اللي درتوها. فهنايا درت داك الفلون اللي فيه السكر حتى هو. هنايا غادي نكمل الكميه نتاع الحليب والكريمه. والمقادير ان شاء الله غنخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف باش تسهل عليكم التجربه نتاع الوصفه. هنايا غادي نحرك المكونات وغادي نخلي الخليط ديالي مع الاستمرار في التحراك، والنار تكون شويه مهيله وصافي حتى هكا يغلي معايا هاد الخليط. صافي من بعد كنبقى هكا غير نخلط بالملعقه
باش هكا ما يترصاش داك الطرون يعني في تحت نتاع الكاسرونه. مهم نخليه حتى يغلي معايا، صافي ديك الساعه غادي نطفي عليه. هنايا غادي نجيب المول اللي غادي نقدم فيه هاد الفلون اولا هاد التحليه، غادي ندهنو بالزيت اختياري ماشي ضروري. وهنايا غادي ندير هاد الصوص كراميل اللي جا جاهز يعني مع داك الفلون، غادي نستعملوه حتى هو. فغادي نستعمل غير واحد الكميه، ما غاديش نديرو كامل، صراحه ما بغيتوش يجيني هاد الفلون يعني حلو بزاف، فهاد الكميه كافيه بالنسبه ليا. وغادي نخوي داك الفلون من بعد ما غلى معايا. فكما قلت لكم اخواتي، الا ما كانش عندكم الثوم ممكن جدا تعوضوه باللوز نفس الكميه، يعني ديروا هكا جات نتاع 150 حتى ل 200 غرام نتاع اللوز، يكون مقلي او لا ممسوح على حساب الرغبه ديالكم وعلى حساب الذوق ديالكم. فصراحه كيجي حتى هو اكثر من رائع مع نفس المقادير اللي درتهم. ولا لقيتوا هاد الطرون كيتباع عندكم فغير ديروه اخواتي، راه فعلا كيستحق ويستاهل التجربه. فهنايا كي شفتوا معايا اخواتي، حاولت انني من بعد ما خليت التحليه ديالي تبرد مزيان في الثلاجه، حاولت انني نقدمها في طبق التقديم. كي شفتوا كتقدم بكل سهوله. هنايا غادي نزوقها من الفوق باللوز كراميليزي، وهكا حبه من التوت او الفراوله حسب الرغبه اخواتي. يعني التزيين كيبقى حسب الذوق، واكيد انا اللي كنأكد عليه هو الذوق او لا هو المذاق عفوا، كيجي يحمق يحمق يحمق. يعني غير جربوه اخواتي وردوا عليا الاخبار في التعاليق ان شاء الله، غادي نستنى تعاليقكم. فكيجي كريمي وكيجي هكا كما كتشوفوا معايا، يعني عاقد وكريمي ومذاقه ولا اروع. فعلا يستحق ويستاهل التجربه. فهنا غادي نوري لكم اكيد القوام ديالو، فكيجي على هذا الشكل من احسن والذ لي فلون اللي كليتهم. كنصحكم بقوه تجربوه لان فعلا كيستحق التجربه. ونكون هنا وصلت للنهايه ديال الفيديو، خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديوهات وافكار ووصفات جايه ان شاء الله. مع السلامه.